هو حضرتك بتحط ايه في العربيه؟ يا باشا ده قيسه، ده بيرفع عربيه 20 حصان. انا بعد ما حطيت ايثانول من 0 ل 100 نزلت النص. يا باشا العربيه كانت مخنوقه ما بتسحبش، دلوقتي بقت طياره. يا فندم انا شفت تجربه عمليه، الايثانول ده بيرفع الاوكتين 114. يا باشا جربوه مليون مره قبل كده والتسعه ما فرقش، البتاع ده اشتغال. خرافات واساطير ومبالغات وفتي وهبد كلها بتدور حوالين الايثانول، وزي ما قلنا في المقدمه الحاجات الجدليه دي هتلاقي حقيقتها وسط بين طرفين. ناس هتقولك الايثانول ده بيحل مشاكل الدنيا كلها والعربيه وبيخليها زي الصاروخ وكل حاجه، ويجي طرف تاني ناس يقولك والله تعالى نشوف حقيقه الايثانول ده بيشتغل ولا لا، ونقوم عاملين تجربه تسارع ونقول لك والله التسارع ما تحسنش يبقى الايثانول ده اشتغاله. مع كامل احترامنا لكل الاشخاص، احنا مش جايين نثبت الايثانول ده بيشتغل ولا ما بيشتغلش. عندك الانترنت وعندك ابحاث من جامعات وهيئات ومؤسسات رسميه للدول، خش اتفرج وشوف بنفسك، والموضوع خلصان ومحسوم اساسا، ومجتمع كبير جدا شغال بيه، مجتمع تعديل السيارات ومجتمع السباقات. طيب انا جاي اقول لك ايه؟ انا جاي اقول لك فايده الايثانول، الاستعمالات بتاعته، اقول لك اللي له واللي عليه، ونصحح شويه مفاهيم من الاساطير اللي طالعه حواليه. تعالوا الاول نتفرج على الكليبات دي. العربيه اللي هتشوفوها في الفيديو دي فار التجارب بتاع المجموعه بتاعتنا. العربيه دي دلوقتي عليها تيون بنزين 95، ومحطوط في التانك بتاعها بنزين 95 صافي، مفيش ايثانول، مفيش ووتر ميثانول، مفيش اي حاجه من الحاجات دي موجوده. هناخد العربيه وهي ما فيهاش ايثانول وهعمل لك بيها 3 تجارب، وزي ما انت اتعودت على الشاشه اللي في النص دي، وان شاء الله البولار زي ما وعدتكم هنعمل له حلقه مخصوص عشان ناس كتير سالت عليه. الشاشه اللي في النص دي انت شايف دلوقتي عليها الريتارديشن بتاع العربيه ده. لو شفت ارقام على اي سلندر من الاربعه اللي قدامك دول غير الصفر، ده معناها ان في نوك على السلندرات دي، وان العربيه بتعمل ريتارديشن، بتقلل التايمنج على السلندرات دي علشان تحمي العربيه. وراجع حلقه الكهرباء والتايمنج احنا اتكلمنا فيها على الكلام ده بالتفصيل. فاحنا دلوقتي هناخد العربيه دي، هنيجي على الرابع وندوس عليها فول ثروتل من 4000 ار بي ام ل 6000 ار بي ام. ايه الفكره؟ والله التايمنج اللي فيها ده لو مش مناسب لبنزين 95 هتلاقي نوكات وهتلاقي ريتاردات. فانا بوري لك الاول ان البنزين 95 العادي اللي من البنزينه اللي من غير ايثانول على الماب دي وعلى التيون ده زيرو ريتارديشن على كل السلندرات، مفيش اي تايمنج ريتارديشن علشان التيون ده بتاع بنزين 95. وبعدين هاجي هعمل لك التجربه اللي احنا عملناها وقلنا المنطقه دي منطقه خطر، ان انا هاجي على السادس على 2000 ار بي ام وهتقل رجلي علشان اسرع السرعه من قبل ال100 بشويه لغايه 120 كيلومتر في الساعه، واتفرج على النوك والريتارديشن شكله عامل ازاي، بنزين 95. وبعدين هجيب لك نفس العربيه، هندوس تاني على الرابع من 4000 ار بي ام ل 6000 ار بي ام فول ثروتل على التيون ديزاين البنزين 98، تيون فيه 3 ل 5 درجات اعلى من البنزين ال 95. فرق الهورس باور بالمناسبه للعربيه دي على الداينو ما بين ال 95 وال 98 حوالي 12 13 حصان. فزي ما انت شايف نوكات وريتاردات هستيريه. ليه؟ لان انت حاطط تايمنج اكتر من البنزين 95 بتاعك ده يعرف يقاوم النوك عليه. وبعدين حطينا ايثانول على البنزين اللي موجود في تانك العربيه بحيث ان النسبه تبقى ايتن، ان نسبه الايثانول لاجمالي الوقود اللي موجود في التانك هي 10%. ومشينا بالعربيه حوالي 10 دقائق، ولا بقى دخلنا معلقه جوه التانك وقلبنا الخليط ولا عملنا اي حاجه، هو بس مجرد ماشي في الشارع. وبعدين هعيد لك الاختبارين اللي فشلت فيهم في المره اللي فاتت. اولا تعالى نبدا باختبار ال 98، هندوس على الرابع برضو من 4000 ار بي ام ل 6000 ار بي ام، وشوف المرة دي الريتاردات والنوكات شكلها عامل ازاي. ارحم بكتير من المرة اللي فاتت، فرق كبير جدا، وفرق الباور ما بين الاي 0 والاي 10 كان محسوس جدا للي سايق. زي ما قلت لك فرق حوالي 12 او 13 حصان كاملين. اخدتهم من فين؟ اخدتهم بان انا كنت حاطط تايمنج في الاول ما عرفتش احققه، تاني مرة لما حطيت الاي 10 عرفت احققه. وتعالى بقى نجرب اختبار الهاي لود. هدوس على السادس على 2000 ار بي ام من قبل ال100 ل 120 ونشوف هتعمل ايه. زي ما انت شايف مفيش تقريبا نوكات ولا ريتاردات خالص. بس بالمناسبة برضو ده مش معناها ان اللي انا عملته ده صحي وان اللي انا عملته ده صح. يبقى زي ما انت شفت الايثانول على مقاومة النوك فرق كبير جدا بين ال 95 وال 98. تعال بقى نتعرف هو ايه اصلا الايثانول ده. الايثانول ده كحول. اخواننا الصيادله والناس اللي بيشتغلوا في البرفانات والكلام ده عارفين الكحول الايثيلي والكحول الميثيلي اللي هو الايثانول والميثانول. احد الفروق الرئيسيه بين الايثانول والميثانول ان الميثانول سام. الايثانول بيتصنع من الذره في العاده واحيانا من قصب السكر، وعلشان كده في بعض الدول بيسموه كورن، يعني ذره، كورن فيول.
بيستعمل كوقود من ال 1800 وال 1900، وهتلاقي له أبحاث موجودة على الإنترنت من سنة 1933 عن استعماله كوقود. ابتدى يدخل في الوقود اللي بيتباع في البنزينات بشكل تجاري من أواخر التسعينات وأوائل الألفينات لأسباب كتير، من ضمنها إن هو بيطلع انبعاثات من الشكمان أقل ضرر من انبعاثات البنزين العادي. السبب التاني بقى اللي يهمنا زي ما انت شفت في الفيديوهات اللي فاتت إن هو بيرفع الأوكتين، بيرفع مقاومة الوقود للنوك حتى لو استعملته بنسبة بسيطة زي 5% أو 10%. الأوكتين بتاع الإيثانول 109 رون أو 99 AKI. إيه الرون وإيه ال AKI؟ الرون ده الرقم اللي احنا بنستعمله لما اقول بنزين 92 او 95، ده بيبقى وحده اسمها الرون ريسيرش اوكتين نمبر، دي الوحده اللي احنا بنستعملها. الايثانول 109. الاي كي اي ده بيستعمل مينلي في امريكا انتي نوك اندكس. انا زي ما قلت لك الاوكتين وباين من الاسم اهو بتاع الانتي نوك اندكس، فكره ان كل ما الاوكتين بيعلى كل ما مقاومته للنوك بتزيد، وليس ان هو فيه انرجي زياده او فيه طاقه عاليه عن الاوكتين الاقل. يا فندم انا شفت تجربه عمليه، الايثانول ده بيرفع الاوكتين 114. هتقول لي طب لو حطيت الايثانول على البنزين هيرفع لي الاوكتين لكام؟ هقول لك معرفش ومش هخش اصلا في المنطقه الجدليه دي. انت لو مش حاطط خالص، انت بنزين 95 مثلا، لو حاطط 100% ايثانول من غير بنزين خالص يبقى الاوكتين بتاعك 109، فانت بتلعب في المنطقه دي. والله حطيت 10% بقى طلع 96، طلع 97، طلع 98، مش دي الفكره. الفكره هل بيقاوم لك الريتاردات؟ هل هيمنع ريتاردات؟ هيخليك تحط تايمنج اكتر وتطلع باور اعلى من غير ما يحصل عندك نوك ومن غير ما يحصل ريتاردات؟ يبقى في الحاله بتاعتنا واحنا بنتكلم تيوننج، بنتكلم زياده اداء، كل اللي يهمني مقاومه الايثانول للنوك، وبالذات لو عربيه تربو علشان بتبقى محطوطه تحت ضغط ودرجات حراره عاليه جدا جوه الموتور. باشا العربيه كانت مخنوقه ما بتسحبش، دلوقتي بقت طياره. وارد جدا عربيتك تكون مخنوقه ومتكتفه علشان البنزين اللي فيها الجوده بتاعته قليله ومش قادر يقاوم النوك، فبالتالي العربيه بتقلل التايمنج، بتعمل ريتارديشن، وبالتالي بتقلل معاه الباور. ليه؟ علشان تحمي الموتور ده من اثار النوك السيئه، علشان ما يكسرش، علشان تحافظ عليه. فلو حالة العربية كده وحطيت ايثانول ورفع لك الاوكتين، وبالتالي كنترول الموتور حس بالاوكتين ده وقام رافع لك التايمنج، هتلاقي العربية اتحسنت وبقت سلسة جدا وناعمة والباور بتاعتها زادت. وارد جدا يحصل كده يا باشا، ده قيسة ده بيرفع عربية 20 حصان. نيجي بقى للعكس، انت ما عندكش مشاكل خالص مع جودة البنزين وما عندكش تايمنج ريتارديشن زي ما شفنا في الفيديو اللي في الاول، بنزين 95 وانت دايس على الرابع للاخر، الريتارديشن بصفار. حط بقى E10، حط E85، حط E100، مش هتاخد بربع جنيه باور زياده. طيب اعرف منين؟ خد لوج لعربيتك وشوف التايمنج ريتارديشن بالبنزين اللي انت بتستعمله شكله عامل ازاي. هي دي وسيله المعرفه. معلومه تانية ظريفه، في ناس وهي بتعمل التيون بتاع العربيه بتاعتها وبتحط التايمنج مابس بتاعتها بتبقى مزوده التايمنج شويه على البنزين ال95 بحيث ان يبقى فيه ريتارديشن حوالي 3 أو 4 درجات. 3 أو 4 درجات ده مش رقم مخيف قوي. انا شخصيا احب عربيتي تكون صفار على طول، لما ابقى دايس بنزين ما اشوفش ريتارديشن نهائي، لكن في ناس ما عندهاش مشكله انها تبقى ماشيه في 3 أو 4 درجات، وكنترول الموتور يقدر في عربياتنا احنا يعمل ريتارديشن اب تو 12 درجه يحميك فيهم. طب ايه فايده الكلام ده؟ ان انا كأن بقى عندي 2 مابس، ماب وانا حاطط بنزين 95 بليفل باور معين، ولما اقوم حاطط ايثانول في العربيه مثلا E10 الريتارديشن ده هيختفي وهاخد البنفيت بتاع الثلاث درجات تايمنج دول. والله يزودوا لي 5 حصان 7 حصان 10 حصان زي ما يطلع، بس هيزودوا لي الباور شويه ويزودوا لي اداء العربيه. فكده كانه بقى عندي العربيه فيها 2 مابس، 250 حصان مثلا من غير ايثانول و260 حصان بالايثانول. انا بعد ما حطيت ايثانول من 0% نزلت النص. يا عم فضل الجيكن كله عندنا طالعه. من فضلك ما تعملش كده. نقطتين مهمين جدا. واحد، الايثانول ده سولفنت يعني مذيب. حضرتك انت مش بتستعمل احيانا الكحول عشان تنظف بيه حاجات لازقه او تمسح بيه حاجات تطلعها؟ نفس الكلام عربيتك لو خراطيم البنزين اللي فيها والترومبه والرشاشات الفيولينج سيستم كله مش مجهز ان هو يستعمل نسب عاليه من الايثانول، حضرتك على مسؤوليتك الخاصه. بعد زمن قليل، بعد زمن كتير، ممكن تبوظ الفيولينج سيستم بتاعك. السبب الثاني والاخطر ان انت ممكن تعدي سعه الرشاشات بتاعتك. يعني ايه الكلام ده؟ فاكر حلقة الهواء والبنزين لما اتكلمنا على حاجة اسمها الستويكيومتريك ريشيو، النسبة المثالية لحرق الوقود ده؟ في حالة البنزين كانت 14:7 ل1. النسبة دي في حالة E85 يعني 85% ايثانول و15% بنزين، ودي عادة النسبة القصوى اللي بيستعملوها في السباقات وعربيات التعديل والكلام ده، بيحطوا عليها تايمنج بالهبل. النسبة دي 9.8 ل1. لو حسبت الفرق بين النسبتين دول، اقعد كده برواقة وفكر فيها، هتلاقي ان انت محتاج تحط قصاد كل واحد هوا 1.5 الوقود اللي انت كنت بتحطه بالمقارنة بالبنزين العادي. انت كنت بتحط بالبنزين العادي اكس بنزين، انت المرة دي هتحط 1.5 اكس وقود علشان تطلع نفس الطاقة ونفس الحريق. ده معناه ايه بالنسبة لي؟
ده معناه ان انا الرشاشات بتاعتي مطالبة وانا دايس نفس الدوسة بتاعت قبل كده، مطالبة انها تضخلي وترشلي 1.5 كمية الوقود بتاعت قبل كده. طب ومين قال ان الرشاشات الكباسيتي بتاعتها والسعة بتاعتها تستحمل حاجة زي كده؟ ما يمكن الرشاش قرب اخره، يمكن الرشاش مفهوش غير سماحية 10% زيادة، 15% زيادة، انا بطالبه ب50% زيادة. انا دايس والهوا داخل ومفيش وقود كفاية قصاد الهوا ده، هيحصل ايه؟ هيحصل خليط لين ميكستشر زي ما قلنا في حلقة الهوا والبنزين. اللين ميكستشر ده هيعمل ايه؟ هيسخن لي غرف الحريق بشكل عالي جدا، هيعرضني لنوك عنيف جدا، ومش بعيد ان انا ممكن مع درجات الحرارة العالية دي اسيح بيستم، وياما ناس عملتها. ليه؟ علشان كان الخليط لين بزيادة. ودي طبعا حاجة اخطر بكتير من ان انت تبوظ ترمبة البنزين ولا تخلي الرشاشات تسيل عشان هي مش مصممة تستحمل الايثانول العالي ده. حضرتك كده انت بتدمر الموتور بتاعك. علشان كده ما ينفعش تدلق كمية الايثانول اللي انت نفسك فيها وتعدي الكاباسيتي بتاع الرشاشات بتاعتك. طيب احنا اخرنا كام في العربيات الستوك؟ شباب البي امات انا بشوف عندهم بيحطوا الاي 10 والاي 20 والاي 30 عادي خالص. واضح ان هو الفيول سيستم عندهم ديزاين ان هو يستحمل كده، ولو حد عارف معلومه يكتبها لي في التعليقات، انا مش متاكد. بالنسبه للعربيات الفولكس بتاعتنا من زمان جدا وهي بتسبورت الاي 10، حتى لو مش لاقي مكتوب على غطا التانك بتاعك اي 10 زي ما بيقولوا. طب انا نفسي احط زياده شويه، احنا عندنا هنقفل كاباسيتي الرشاشات بتاعتنا امتى؟ الله اعلم، انا ما اعرفش، وعلى مسؤوليتك الشخصيه. وفي عالم تعديل السيارات سهل جدا ان انت تغير الفيولينج سيستم بتاعك ده كله وتحط فيولينج سيستم بيدعم الاي 85. وفي حاجه اسمها فليكس فيول. فليكس فيول ده بيبقى سيستم بيشتغل مع نسب مختلفه من الايثانول، عنده حساس يقدر يعرف بيه قد ايه نسبه الايثانول اللي موجوده في الوقود بتاعك، ويزود لك التايمنج ويقلله بناء على نسبه الايثانول دي. والحساس ده بينزل في بعض العربيات الستوك، وهتلاقيه موجود هناك في البرازيل لان هم عندهم تفاوت كبير في نسب الايثانول اللي موجوده في محطات البنزين. باشا استهلاك البنزين عندي بقى هايل ساعه ما استعملت الايثانول. ودي من الدعايه المغلوطه. انا لسه قايل لك من شويه ان الايثانول في نسبه E85 بيستهلك 1.5 استهلاك الوقود العادي. في حاله الاي 10 الموضوع هيبقى اخف طبعا، وزياده الاستهلاك هتبقى حوالين 3 ل 5%. مش عاجبني الايثانول عشان بيهبب لي ديول الشكمان. طيب احسب الاي 10 واحطه ازاي؟ تعال نتكلم الاول على الحسبه. ليتس سي ان انا عندي 30 لتر وقود، علشان احط اي 10 ال 30 لتر دول المفروض يكونوا 27 بنزين و3 لتر ايثانول. الغلطه المشهوره ان واحد عنده 30 لتر بنزين في التانك وعايز يخليهم اي 10، بيعمل ايه؟ يقوم جايب 3 لتر ايثانول ويحطهم. ما هي الثلاثه 10% من 30. لا، هو كده انت لما تيجي تحسب نسبة الايثانول دي معناها 3 على 33 اللي هي E9 9% تقريبا. الاي 9 مش فرق كتير عن الاي 10، الموضوع كله محصل بعضه، لكن الفرق ده هيوسع منك بالذات مع نسب الايثانول الكبيرة. الايثانول بيتباع عادة في جراكن 5 لتر 10 لتر، وفي حاجات شفتها اصغر من كده بتبقى ازايز لتر تقريبا. فانت مثلا معاك جيركن 10 لتر عايز احط منه 3 لتر، هعمل ايه؟ انا شخصيا بعاير بازايز الميه اللتر ونص. باجي من الجيركن بستعمل بامب موجوده وسهله، بنقل من الجيركن دي بملأ ازازتين كل واحده لتر ونص، بقى معايا 3 لتر. باجي اقوم فاتح التانك ومفضي الازازتين ال 3 لتر فوق ال 27 لتر، كده انا بقى عندي في العربيه اي 10. وفي اشاعه مستفزه طلعت ان انا اضمن منين ان الايثانول ده بيختلط بالبنزين، وان انا محتاج اجيب معلقه واحطها جوه التانك واقعد اقلبه علشان يختلط كويس. الايثانول سوليبل في البنزين، يعني بيدوب فيه، زي ما حضرتك كده تجيب كوبايه الشاي وتيجي تدلق عليها لبن، اللبن مش هياخد جنب ويتاخر كده ويفضل منفصل عن الشاي لغايه لما تجيب المعلقه وتقلبه، لا هيدوب فيه. صحيح مع التقليب والهزهزه الخليط هيبقى هوموجينيس اكتر ومتجانس اكتر، وده بيحصل مع مشي العربيه والحركه بتاعتها. انت زي ما شفت في المثال اللي في اول الفيديو، احنا جبنا العربيه حطينا فيها الايثانول فوق البنزين، لفينا بيها 10 دقايق وجربنا تاني، ما عملناش اي حاجه اكتر من كده. وليه اخدنا 10 دقايق بنلف بالعربيه؟ علشان حاجتين. اولا علشان البنزين اللي في الخراطيم دي كلها اللي كان موجود يخلص ويوصلوا بقى البنزين اللي مخلوط بايثانول، والحاجة التانية علشان العربية تعمل ادابتيشن عليه. تعمل ادابتيشن عليه بتشوف هل الريتاردات بتقل مع الدوسة، بتقل، ارجع ابتدي ازود التايمنج حتة 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 لغاية لما ادي الفول تايمنج بتاع العربية. وده مش موضوعنا دلوقتي، ممكن نبقى نتكلم فيه بعدين. في احتمال واحد بس ان الايثانول ما يختلطش بالبنزين، وده هنجيله في اخر الحلقة. وفي ناس بتحب تعمل حركة تانية، ان هو بيجي قبل ما يدخل البنزينة يمون، بيقوم جاي مفضي الايثانول اللي هو عايز يحطه في التانك بتاعه. الراجل هو بيفضيله بالمسدس، البنزين اللي خارج من المسدس ده والطرطشه اللي بتحصل جوه التانك ده كانه نوع من انواع تقليب الخليط كويس، شغال مفيش اي مشكله زي الفل. من ساعه ما حطيت الايثانول نضف لي كل الكربون المتراكم على الصبابات. طب احلف كده صديقي، انت لو حاطط احماض في البنزين مش هينضف لك الصبابات، لسبب بسيط خالص.
ان هو البنزين اصلا مش بيعدي على الصبابات. احنا اغلب المواتير بتاعتنا دلوقتي دايركت انجكشن، انت بترش البنزين جوه غرفه الحريق مباشره بعيد اصلا عن الصباب. طب الايثانول بينظف الرشاشات. الايثانول زي ما قلنا سولفنت، مذيب، فممكن لو في شويه رواسب ولا حاجه على الرشاشات بينظفها لك، مفيش مشكله. انا بحط تفويله وتفويلتين لا، قالوا لي كده كويس. يا سلام. وبتحطه ليه بقى ان شاء الله؟ هيفضل رافع لك الاوكتين بعد ما البنزين اصلا والوقود اللي في التانك كله خلص؟ دي بصراحه من الحاجات اللي انا ما بفهمهاش، انليس ان انت حاطه ان هو منظف رشاشات. ساعتها هقول لك والله في اختراع مخصوص معمول علشان ينظف الرشاشات اسمه انجكتور كلينر. نيجي بقى لاخر نقطه وهي اخطر نقطه في قصه الايثانول. الايثانول من خصائصه ان هو هيدروفيليك، يعني بيسهل امتصاص المياه. يعني حضرتك لو فتحت جيركن الايثانول بتاعك وسبته كده متعرض للهواء، الايثانول ده هيقعد يمتص ميه من الرطوبه اللي موجوده في الجو، وطول ما انت سايبه مفتوح كل ما نسبه الميه اللي جواه عماله بتزيد. خطوره بقى القصه دي في حاجه بيسموها فيز سيباريشن. يعني حضرتك لو حطيت ايثانول شارب ميه بنسبه معديه نسبه معينه وحطيته على البنزين، نمره واحد مش هيختلط بالبنزين، وهيقوم واخد الميه اللي معاه ونازل قاعد لك تحت في قعر التانك. يبقى عندك كده لاير ميه، طبقه ميه موجوده وفيها البنزين بتاعك. ومهما بقى تفول التانك وتحط ايثانول وتعمل اللي انت عايزه، خلاص هتفضل نسبه الميه دي موجوده في التانك لغايه لما تاخدها تفضيها بوسيله او اخرى. ونيجي للعكس، لو حضرتك جيت تحط ايثانول نظيف مفهوش ميه على بنزين فيه ميه، ودي طبعا مشكله اكبر، جيت تحط عليه الايثانول ده، الايثانول مش هيختلط برضو بالبنزين وهيقوم عامل فيز سيباريشن، هيقوم فاكك الميه دي من البنزين واخدها ونازل لك برضو في قعر التانك تحت. وبيقول لك برضو لو سبت بنزين عليه ايثانول لمده طويله اكتر من 3 شهور ممكن يبتدي يحصل نفس قصه الفيز سيباريشن دي، وتلاقي الايثانول انفصل عن البنزين ويبتدي بقى من اي رطوبه حواليه يمص لك ميه. علشان كده معامله الايثانول دي مهمه جدا، واللي بتقابله المشكله دي اكبر منك بكتير هم الناس اللي بيتعاملوا مع الايثانول قبلك، معامل التكرير والتخزين والنقل في عربيات الصهاريج بتاع عربيات النقل والكلام ده كله. طيب اتعامل مع المشكله دي ازاي؟ الاجابه من شقين. الشق الاول يخص حضرتك، وهو ان انت لما تشتري ايثانول حضرتك بعد ما تخلص هتقفل الجيركن ده باحكام وتبقى حاطه في حته بعيده عن الرطوبه، بعيد عن السيراميك والبلاط. الشق الثاني بقى، ودي مسؤوليه الناس اللي بتوزع وبتبيع الايثانول عندنا، ان هو كل شويه بيعمل تحاليل، كل شويه بينشر التحاليل دي علشان يشوف نسب الميه، لو غير المصدر اللي بيتعامل معاه يرجع يعمل تحاليل وينشرها ويوريها للناس ويوعي الناس. ومسؤوليه اختيار المصدر اللي انت بتشتري منه والتحري عنه وانك انت تشوف التحاليل اللي بيعملها دي واقعه على حضرتك، بالذات مع زياده الاسماء. كل يوم بيطلع ناس جديده بتبيع ايثانول، فانت لو اشتريت منتج وبوظ لك عربيتك في الغالب محدش هيضمن لك اللي حصل ده. لو حبينا بقى نلخص اللي احنا قلناه، الايثانول مفيد جدا بالذات في العربيات التربو، في العربيات اللي معمول لها تيوننج ومحطوط لها تايمنج بزياده ومقروص عليها جامد. نمره 2، لو عربيتك ما فيهاش اي مشاكل مع البنزين ال 95 الموجود وما فيهاش اي تايمنج ريتارديشن ولا نوك ولا اي حاجه، حضرتك لو حطيت ايثانول ولا هيزود لك باور ولا هيزود لك تسارع ولا اي حاجه من الكلام الفاضي ده. نمره 3، الايثانول مفيد في الصيف والحر علشان يقاوم لك النوك. انا اعرف ناس ما بتستعملوش غير في الصيف بس، حتى لو في الشتاء عربيتي ما فيهاش نوك وما فيهاش اي ريتارديشن، الجو كويس ودرجات الحراره كويسه، في الصيف مع الحراره والاحمال والكلام ده كله وارد ان هو يحصل نوك. نمره 4، الايثانول بيرفع استهلاك البنزين على حسب النسبه اللي انت حاططها. نمره 5، تتحرى كويس عن المصدر اللي انت بتشتري منه وتحافظ على الجيركن بتاعك مقفول ومحكم ومش متعرض لاي هواء ولا اي رطوبه. ونبقى بكده خلصنا الحلقه بتاعه النهارده، وباذن الله ابتداء من الحلقه الجايه بقى نبتدي نتكلم عن التيوننج. يعني ايه تيوننج، ايه الفرق بين ستيج 1 وستيج 2 والتيونرز المختلفين ونخلي الكلام ده باذن الله للحلقه الجايه. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انصحكم جدا بتجربه الايثانول. بعد تجربتي ليه صوت الكاسيت بقى افضل طبعا، التكييف بقى بيسقع، الكباسة ظبط، العفشه ما بقاش فيها اصوات. منتج انصحكم كلكم تجربوه. يا عم فضي الجيركن كله، احنا عندنا طالعه يا عم. يا عم التكييف هيفصل كده، فضي يا عم، التكييف هيفصل. يلا.